تخيل معايا أنك تتعيش خارج المغرب منذ سنوات، وتنوض تجمع الوثائق وتحجز موعد وتدفع جميع الرسوم وتسنى بفارغ الصبر باش تجدد جواز سفرك. ثم تتفاجأ أن الطلب ديالك ما كاملش أو تأخر، وربما يطلب منك مراجعة القنصلية بلا ما تفهم السبب. في ديك اللحظة تتبدا الأسئلة: واش كاين شي سبب قانوني؟ واش كاين شي مشكلة في الوثائق؟ واش كاين شي خطأ إداري؟ ولا كاينة شي حاجة ما عرفهاش؟ هاد الأسئلة كيطرحوها بزاف ديال المغاربة، خاصة خارج المغرب، ولا حتى في المغرب. بزاف منهم تيحسوا بالقلق لأن جواز السفر ليس مجرد وثيقة، بل هي وسيلة للسفر والعمل والدراسة، ولم شمل الأسرة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نجاوبوا على أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض أو تأخير طلب جواز السفر للمغاربة، وخاصة المقيمين بالخارج. وغادي نعرفوا شنو هو القانون وشنو هو اللي مجرد إشاعات أو معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون الصورة واضحة للجميع. وفقا للبوابة الرسمية لجواز السفر المغربي، فإن الأصل هو أن كل مواطن مغربي أينما كان له الحق في الحصول على جواز السفر، ما لم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من ذلك، مع ضرورة استيفاء الوثائق والشروط الإدارية المطلوبة. أما أكثر الأسباب العملية التي تؤدي إلى عدم قبول الطلب أو التأخير فهي كالآتي: أولا، وجود خطأ في البيانات الشخصية. الاسم مثلا، تاريخ الازدياد، رقم البطاقة الوطنية خاطئ. وهذا الشيء علاش تنشدد على ضرورة مراجعة أي وثيقة تتخذها من الإدارة، خاصة الوثائق المثبتة للهوية، لأن أي خطأ فيها يقدر يرفضوا لك بسببه الملف ديالك، وربما يديروا لك شي خطأ اللي يقدر يردك نقطة الصفر مرة أخرى. ثانيا، عدم مطابقة الصورة للمعايير المطلوبة، واللي هي المقاس 45 على 35، وتكون الصورة حديثة وتعكس المظهر الحالي لك، بمعنى أنها تكون تصورتها غير هذا العام ماشي الأعوام اللي فاتوا. زائد أن الوجه ديالك يكون ظاهر بالكامل وبوضوح من الرأس للذقن. النظرة ديالك خاصها تكون مباشرة للكاميرا، والرأس خاصو يكون مستقيم. التعبير ديال الوجه خاصو يكون محايد، يعني ما يكونش مبتسم ولا معبر. الإضاءة جيدة، وعدم التعديل على الصورة بأي فلتر أو أي برنامج أو ذكاء اصطناعي. النظارات الداكنة مرفوضة، وكذلك إذا كانت نظارات طبية تسبب انعكاسا أو تحجب العين، من الأحسن بلا ما تصور بالنظارة. غطاء الرأس مسموح به خاصة للنساء إذا كان لأسباب دينية أو طبية. شرط أن يكون الوجه كاملا ظاهرا من الذقن إلى الجبهة. ومن الأحسن أنك تمشي عند واحد المصور اللي هو يكون احترافي، وهما الأغلبية تكونوا عارفين هاد المقاسات وهاد المعايير. فما عليك إلا تقول ليه بأنك تريد أو بغيتي الصورة جواز السفر، وهو غادي يعرف اش يدير. ثالثا، إذا كان هنالك نقص في إحدى الوثائق أو انتهاء الصلاحية ديال البطاقة الوطنية. رابعا، دابا نجيو الأخطر، سبب ممكن يترفض لك بسبب طلب الحصول على جواز السفر المغربي، وهو وجود مانع قانوني قضائي أو قرار من جهة قضائية يمنع إصدار جواز السفر. والمقصود بهذا الشيء أنه ما تكونش المحكمة أو القاضي التحقيق أو جهة قضائية مختصة أصدرت قرارا يمنع شخصا أو يمنعك شخصيا من الحصول على جواز السفر أو من مغادرة التراب الوطني. ومن الأمثلة على ذلك، إذا كان قاضي التحقيق فرض عليك تدبيرا احترازيا يمنعك من مغادرة المغرب إلى حين انتهاء التحقيق، أو إذا صدر حكم قضائي يتضمن منع من السفر كإجراء قانوني، أو في بعض الملفات تنفيذ الأحكام إذا نص قرار قضائي صراحة على المنع من السفر أو الحصول على جواز السفر. في هذه الحالة لا تستطيع الإدارة أو القنصلية إصدار جواز السفر ما دام القرار القضائي ساريا، لأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار صادر عن القضاء وليس بقرار إداري. دابا وصلنا واحد المرحلة مهمة في الفيديو، وهي نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي تجي من المتابعين في نفس الموضوع.
من بينها واش انتهاء الإقامة القانونية في بلد معين غادي يمنعني من الحصول على جواز السفر. الجواب بسيط بزاف، بكل وضوح هو لا. من حق أي واحد يشد جواز السفر ديالو حتى ولو كانت الوضعية ديالو غير قانونية في بلد الإقامة، لأن جواز السفر المغربي هو وثيقة تثبت الجنسية المغربية وليس مرتبطا مباشرة بالوضع القانوني في دولة أجنبية التي تعيش فيها. السؤال الثاني، واش يمكن لي ندفع جواز السفر إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية منتهية؟ والجواب مختصر: إلا كنتي في المغرب فغالبا غادي يترفض لك الطلب، أما إلا كنتي خارج المغرب فالغالب غادي يتقبل الطلب، لأن الشخص اللي متواجد في المغرب ما عنده حتى شي عذر علاش ما يجددش البطاقة الوطنية. ومن الأسئلة اللي تجيني بزاف من عند المتابعين: واش خصني نمشي نستلم جواز السفر شخصيا ولا نقدر نصيفط واحد من العائلة؟ جواب باختصار: ضروري من الحضور الشخصي، إلا في حالة ما إذا كان صاحب جواز السفر قاصر، هنا ممكن لولي الأمر يمشي يستلم جواز السفر. نتمنى نكون جاوبت على جميع الأسئلة ديالكم، وبهذا تنكون وصلنا لآخر الفيديو. شكرا على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.